طبعا اشتغلت لجنة التعمير، اشتغلت على هذا الأساس وتم إعطاء المخطط المدير الإعجاز محمدية ونواصر ومجنونة والدار البيضاء تشكلان والمنصورية تشكلان. عبد الغني المرحاني، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء على الفريق الاستقلالي. أهم ما ميز جدول الأعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة الآن أشغالها وإبداء الرأي في المخطط التوجيهي لتصميم التهيئة العمراني لمدينة للدار البيضاء الكبرى. بالمناسبة هي مراجعة جزئية ماشي شاملة، وهمت البنية التحتية وهمت الأنشطة الاقتصادية. لم تأتي المراجعة بالحديث عن قطاع الإسكان، لأن فيه كما جاء في العروض وفي التفسيرات اللي تعطات فيه عرض كفاية. المهم كنعتقدوا أن الوثيقة لها طابع استعجالي، لأن المغرب مقبل على مجموعة من القضايا ذات طابع إقليمي ودولي، كأس إفريقيا 2025، مونديال 2030. إذن باش الدار البيضاء تستعد وتتهيأ لهذه التظاهرات وغيرها لابد من إعمال هذه التعديلات. وكانت تعديلات همت كثير من النقاط والمجالات، تعديلات نعتقد أنها مهمة جدا. كانت عندنا بعض الاقتراحات التي طلبنا في المداخلة باسم الفريق تضمينها في هذه الوثيقة إن ارتأى ذلك اللجنة النهائية لصياغة الوثيقة.